فاجأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها ببعض الانتقادات التي وجهتها لزميليها الهضبة عمرو دياب والنجمة اللبنانية أليسا في حفل زفاف النجمة كند علوش وعمرو يوسف. اختارت النجمة اللبنانية أليسا الرد على شيرين عبد الوهاب بنشرها تغريدة قديمة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعود للملحن محمد رحيم الذي أكد فيها أنها أفضل من شيرين في تأدية أغنية مشاعر. تغريدة إليسا التي كانت نقلا عن الملحن محمد رحيم قالت: إليسا لما غنيتي مقطع من أغنية مشاعر تمنيت لو كانت الأغنية لك من الأول. الجدير بالذكر أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب انتقدت النجم الهضبة عمرو دياب والنجمة اللبنانية أليسا في حفل زفاف زميليها كند علوش وعمرو يوسف بطريقة أثارت ضجة كبيرة حينما كانت في قمة الصراحة، وقالت: أنا عارفة أن حمائي بيحب إليسا، بس أنا في ناس بتحبني برضو، والحمد لله أنا كله طبيعي مفيش نفخ. النجم الهضبة عمرو دياب اختار أن يرد على النجمة شيرين عبد الوهاب بطريقة مختصرة وذكية حين نشر مقطع من الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تطبيق الصور انستجرام، وهو يمارس إحدى التمارين الرياضية العنيفة في الجيم، والتي تثبت عكس ما قيل في زفاف كند علوش وعمرو يوسف. بدورها الفنانة شيرين عبد الوهاب وجهت عدة رسائل أكدت فيها أنه لا إنسان معصوم من الغلط، وهي لن تسيء لأي شخص من النجوم الأكبر منها تحديدا. لمشاهدة المزيد برجاء الضغط على سبسكرايب للمشاركة في القناة.